الاهلاويه كانوا دايما بيجوا يقولوا لك ايه يا عم، مش عيب تبقى فرقتك مستواها وحش وما بتكسبش وتفرح ان الاهلي بيخسر؟ انت جايب البجاحه دي منين يا ابني؟ جايب البجاحه دي منين؟ ازاي تبقى فرقتك وحشه وفرحان ان الاهلي بيخسر؟ هو انت فرقتك مش بتفرحك فبتفرح لما الاهلي يقع؟ دي كانت مقوله صحابي الاهلاويه بيقولوها، او الاهلاويه في العموم يعني بيقولوها، ان يا ابني الزمالك روح شوف الزمالك الاول، بعد كده ابقى روح شوف خيبتك وتعالى وابقى اتكلم معايا ابقى اعمل. وسبحان الله هو ده نفس اللي حصل بالظبط لما الزمالك وقع قدام انبي بعد 8 انتصارات متتاليه في الدوري. على فكره انا مش معترض خالص ان انت مبسوط ان الزمالك وقع، بس شفت بقى ان هي ملهاش علاقه. شفت بقى ان طبيعي جدا عشان في منافسه فانا طبيعي ابقى بفرح ان انت بتخسر. مش بقى ولا غل ولا حقد ولا صفار ولا علشان ما اعرفش ايه، ولا اصل انت عشان محروم ولا انت عشان كذا، ملهاش علاقه اهي. يعني طلع لما الزمالك بيتعادل او بيخسر وانت فرقتك وحشه، ليك الحق عادي ان انت تفرح وتحفل. يعني انت عمال تفرح وتحفل وزغاريط وتحفيل وانت اصلا من 3 4 ايام خسران من طلائع الجيش. طلائع الجيش اللي هي اصلا ترتيبها ال 16 او ال 17 على الدوري، حتى مش انبي اللي هي من السبعه الاوائل في ترتيب جدول الدوري المصري. بس شفت بقى ان هي عاديه، شفت ان طبيعي، شفت ان ده مش حرمان، شفت ان ده عادي ان انت تحفل وعادي ان انت تفرح بخساره الزمالك حتى لو فرقتك وحشه. طبعا كلامي ده للجمهور اللي هو كان بيقول لك اصل ما ينفعش ان انتوا تفرحوا، اصل ايه البجاحه دي، لكن الناس اللي بتتقبل عادي التحفيل وبتتقبل الهزار والدنيا بالنسبه لهم بيس يا عم وعادي دي كوره ونحفل عليك وتحفل عليا والدنيا جميله، اكيد طبعا كلامي مش موجه للناس دي، لكن كلامي موجه للناس اللي هي كانت دايما بتحرم اي حاجه على جمهور الزمالك، ولما يحصل نفس الحاجه للاهلي تبقى حلال عادي ويلا نحفل ويلا نتبسط ويلا نفرح وده مش حرمان، وان عادي من حقي ان انا احفل على الزمالك. لكن جمهور الزمالك مش من حقه خالص ان هو يعمل ده.